اللصوص لم يتركوا الجامع الآمن، ولكن قاموا بحفر نفق ليصلوا من خلال النفق في الجامع ليصلوا إلى مكتب بريد بوسطة العوايد في الإسكندرية، وذلك لعملية سرقة على غرار الفيلم الشهير لصوص لكن ظرفاء. ولكن هؤلاء اللصوص هم بغضاء بالفعل، بعيدا عن الكوميديا التي كانت بالفيلم. استخدام الجامع بهذه الطريقة البشعة للوصول إلى سرقتهم هي يعني خرق لكل المحرمات ودليل على الدناءة. ولكن صفارات الإنذار كانت لهم بالمرصاد في مكتب البريد، حيث أعلنت عن اللصوص وعن السرقة، وما كان منهم إلا أن فروا هاربين كالفئران، كما هم قاموا بالحفر كالفئران. نسأل الله السلامة.